أنت آخر مرة خفت فيها كان من إيه؟ ممكن يكون خوف من امتحان، من قرار مصيري، من رأي الناس فيك، أو حتى من فكرة إنك تفضل لوحدك. الخوف ده حاجة بنحس بيها كلنا وبنحاول نخبيها أو نتجاهلها كأننا لو اعترفنا بيها هنبقى ضعاف. بس الحقيقة إن الخوف مش حاجة جديدة علينا. الخوف ده مش اختراع العصر الحديث ولا نتيجة لضغوط الحياة السريعة اللي إحنا عايشينها دلوقتي. الخوف كان موجود من زمان، من أول ما الإنسان فتح عينيه على الدنيا. كان جزء من يومه العادي، من تفكيره، من قراراته، ومن طريقة ما يعيش بيها. الفرق الوحيد إن زمان الناس ما كانتش بتستحي من الخوف زينا دلوقتي. ما كانش في مشكلة إنك تقول أنا خايف، لأن الخوف كان طبيعي زي الجوع والعطش، كان حاجة بديهية مش عيب. الإنسان كان بيخاف من حاجات واضحة ملموسة قدامه، وكان بيتعامل مع الخوف ده كجزء من الحياة مش كعدو لازم يختفي. إحنا النهاردة بنخاف برضه، بس بطريقة مختلفة. بنخاف من حاجات أقل وضوح وأصعب في التسمية، وبنحاول نداري الخوف ده كأن الاعتراف بيه هزيمة. لكن لو رجعنا شوية للوراء هنلاقي إن الإنسان على مر التاريخ كان عايش مع الخوف، مش بيهرب منه. تخيل معايا إنسان عايش في زمن ما كانش فيه ثلاجة ولا سوبر ماركت ولا حتى ضمان إن بكرة هيلاقي ياكل. الخوف من الجوع ما كانش مجرد قلق عابر، كان هاجس يومي. كان السؤال الأول اللي بيصحي معاه كل يوم: هناكل إيه النهاردة وبكرة وبعد بكرة؟ الإنسان كان بيشتغل طول النهار عشان ياكل، وبعد ما ياكل كان بيفكر في اليوم اللي بعده. ما كانش فيه فسحة للراحة النفسية ولا للتخطيط البعيد، لأن المستقبل نفسه ما كانش مضمون. لو الموسم كان سيء والمحصول ما نجحش كانت العيلة كلها في خطر. والخوف ده ما كانش خوف نفسي بس، كان خوف حقيقي من الموت، من إن الحياة ممكن تنتهي فجأة لمجرد إن الأرض ما أعطتش. وحتى لو الأكل كان موجود كان في خوف تاني، الخوف من إن حد يسرقه، أو إن حيوان يفسده، أو إن الطقس يخربه. الجوع ما كانش مجرد إحساس جسدي، كان تهديد دائم، وده خلى الإنسان يعيش في حالة ترقب مستمرة، ما يعرفش يرتاح بجد. والمرض كان أسوأ، لأن الجوع على الأقل كنت فهمه، لكن المرض كان غامض، كان حاجة بتيجي فجأة من غير سبب واضح وتاخد منك اللي تحبه أو حتى تاخدك أنت. ما كانش فيه مستشفيات ولا أدوية ولا حتى فهم علمي للأمراض. كان في ناس بتموت من حاجات بسيطة جدا زي التهاب أو جرح صغير، وكان في أوبئة بتمسح مدن كاملة من على الخريطة. الخوف من المرض ما كانش خوف فردي بس، كان خوف جماعي، لأن الوباء لما كان بيجي ما كانش بيفرق بين غني وفقير، قوي وضعيف، كان بياخد الكل. والإنسان ما كانش عارف يعمل حاجة غير إنه يستنى ويدعي ويأمل إن المرض ما يوصلهوش. وده نوع من الخوف اللي بيخليك حاسس إنك ما عندكش سيطرة على حياتك. كان الخوف من المرض بيخلي الناس تتجنب بعضها، تبعد عن المرضى، وأحياناً تسيب أهلها يموتوا لوحدهم عشان ما ينقلوش ليهم العدوى. كان خوف بيفكك الروابط الإنسانية وبيخلي كل واحد يفكر في نفسه الأول. لكن حتى لو الإنسان كان شبعان وصحته كويسة كان برضو خايف من بكرة، من المستقبل اللي محدش يعرف هيحصل فيه إيه. ما كانش فيه خطط طويلة الأمد ولا أهداف ممتدة، لأن الحياة نفسها ما كانتش مضمونة. كان الإنسان عايش يوم بيوم، وأي يوم جديد كان نعمة مش حق مكتسب. الخوف من بكرة كان بيخلي الناس متمسكة بأي حاجة مستقرة، بالعادات، بالتقاليد، بالأماكن اللي يعرفوها، لأن أي تغيير كان بيمثل مجهول، والمجهول كان مخيف. حتى لو كانت الحياة صعبة كان الثبات فيها أفضل من المغامرة، لأن المغامرة كانت ممكن تعني الموت أو الضياع أو الوحدة الكاملة. والخوف ما كانش بس من الطبيعة أو من المرض، كان كمان من البشر نفسهم، من السلطة. الإنسان على مر التاريخ كان بيخاف من اللي فوقه، من الحاكم، من الكاهن، من القائد، من أي حد عنده قوة أكبر منه. وده خوف مختلف، لأنه مش خوف من المجهول لكن من المعروف، من حد قدامك بيشوفك وممكن في أي لحظة يقرر مصيرك. السلطة كانت بتستخدم الخوف كأداة، كانت بتخلي الناس خايفة عشان تفضل مسيطرة. والإنسان كان عارف إنه لو اعترض أو فكر بصوت عالي ممكن يدفع تمن غالي. الخوف من السلطة كان بيخلي الناس تسكت، تخضع، وتقبل بحياة أقل من اللي تستحقها، لأن البديل كان أسوأ. وده خوف ما كانش بس جسدي، كان نفسي كمان. خوف من إنك تفقد كرامتك، أو إنك تتعاقب قدام الناس،
أو إن عيلتك تتأذى بسببك. الخوف من السلطة كان بيخلق مجتمعات كاملة عايشة في صمت، في خضوع، في قبول بالظلم كحاجة طبيعية ما ينفعش تتغير. لكن أصعب نوع من الخوف كان الخوف اللي جواك، الخوف من الوحدة، من إنك تفضل لوحدك من غير حد يفهمك أو يسمعك. في زمن ما كانش فيه وسائل تواصل ولا مدن كبيرة، الوحدة كانت تعني العزلة الكاملة، وده كان مرعب. الإنسان كان محتاج للجماعة عشان يعيش، مش بس عاطفياً لكن عملياً. كان محتاج ناس تساعده في الشغل، في الحماية، في الحياة اليومية. ولو اتعزل عن الجماعة كانت حياته في خطر حقيقي. عشان كده كان الخوف من الرفض خوف مشروع، لأن الرفض ما كانش مجرد جرح نفسي، كان ممكن يكون حكم بالموت. الإنسان كان خايف يكون مختلف، خايف يقول رأي غريب أو يفكر بطريقة جديدة أو حتى يحس بحاجة مش مألوفة، لأن الاختلاف كان ممكن يخليه منبوذ ويخسر الأمان اللي بيوفره له المجتمع. الخوف الداخلي ده كان أقوى من أي خوف خارجي، لأنه كان بيسكن جواك وما كنتش تقدر تهرب منه. كان بيخليك تراقب نفسك، تكبت مشاعرك وتعيش بقناع. دلوقتي في القرن 21 إحنا بنعيش حياة مختلفة تماماً عن أجدادنا. عندنا أكل متوفر وأدوية ومستشفيات وقوانين بتحمينا، عندنا وسائل تواصل بتخلينا ما نحسش بالوحدة، وعندنا حريات أكتر من أي وقت فات. لكن هل بقينا أقل خوفة؟ الحقيقة لأ، الخوف لسه موجود بس اتغير شكله. بقينا نخاف من حاجات تانية، من الفشل، من الرفض الاجتماعي، من إننا ما نكونش كفاية، من المستقبل الغامض، من الوحدة في وسط الزحمة. بقينا نخاف من الصورة اللي الناس شايفانا بيها، من الأحكام السريعة، من إننا نفقد قيمتنا لو ما حققناش حاجة معينة. الأدوات اتغيرت لكن الإحساس نفسه لسه موجود، والفرق الوحيد إن إحنا بقينا نخبي الخوف أكتر. بقينا نتظاهر إننا أقوياء، واثقين، مسيطرين على حياتنا. بنقول لنفسنا ولغيرنا إن كل حاجة تمام حتى لو جوانا عاصفة، لأن الخوف في العصر الحديث بقى عيب، بقى علامة ضعف وفشل ونقص. فبقينا نعيش مع الخوف في سرية، نداريه، نحاول نسيطر عليه أو نلغيه تماماً. لكن ده مش دايماً ممكن. الحقيقة إن الخوف مش دايماً حاجة سلبية. أحياناً الخوف هو اللي بيخليك حذر، واعي، يوقظ، هو اللي بينبهك لخطر حقيقي أو بيخليك تفكر مرتين قبل ما تاخد قرار متهور. الخوف هو اللي خلى الإنسان يعيش، يستمر، يتطور، لأنه كان بيحميه من المخاطر وبيخليه ما يغامرش بحياته من غير سبب. المشكلة مش في الخوف نفسه، المشكلة لما الخوف يسيطر عليك ويمنعك من الحركة، من التفكير، من العيش. لما الخوف يتحول من أداة حماية لسجن نفسي، ساعتها بيبقى مشكلة. لكن لو عرفت تتعامل معاه، تفهمه، تقبله كجزء من إنسانيتك، ممكن يبقى حليف مش عدو. الإنسان اللي بيعترف بخوفه وبيواجهه أقوى من اللي بينكره، لأن الإنكار بيخلي الخوف يكبر في الظل، لكن المواجهة بتخليه أصغر، أوضح، وأسهل في التعامل. الخوف كان دايماً جزء من الإنسان من أول ما فتح عينيه على الدنيا، والخوف معاه من الجوع، من المرض، من الموت، من السلطة، من الوحدة، من المجهول. الأشكال اتغيرت والأسباب اتغورت، لكن الإحساس نفسه لسه موجود، وممكن يفضل موجود طول ما الإنسان عايش، لأن الخوف مش عيب ولا ضعف ولا حاجة لازم تختفي. الخوف هو جزء من كونك إنسان، والسؤال مش إزاي نتخلص من الخوف، السؤال إزاي نعيش معاه من غير ما يعيش هو مكاننا. هل إحنا بنتحرر من الخوف فعلاً، ولا بس بنغير شكله